السلام عليكم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بهذه الطريقة هنا كرة وهنا محاولة. الله، جول للمنتخب الكيني. جوزيف كومو يضع الكرة الأولى يسجل الهدف الأول ويأتي بهذه الكرة الملعوبة الرائعة والتي من خلالها يأتي هدف المباراة الأول. يا سلام على راسية رائعة، الكرة بهذا الشكل تسكن المرمى وتتهادى إلى الشباك. يعلن سام أتى بالكرة الملعوبة الأمامية وبعد ركلة جزاء. هذه ركلة جزاء. حسن الهيدوس القائد الذي يتقدم الآن. الهيدوس، الله، جول للهيدوس، هدف للعنابي. عودة الأدعم، يعود إلى المباراة عن طريق حسن الهيدوس، ومن علامة الجزاء ركلة جزاء تسبب بها بسام الراوي على مستوى التمرير. مر من اليسار، عبر بكرة ملعوبة. جول للمنتخب الكيني الذي يسجل الهدف القاتل هنا الآن، هدف الانتصار، هدف اللحظات الأخيرة، هدف رفع المعنويات، هدف سجيل الانتصار على العنابي. لكن يا لها من كرة ويا له من عمل يا أولونغا، يا مايكل يا أولونغا، أتى بالعمل الكبير. الانطلاقة ممكن يبقى فيها تسديدة خطيرة خطيرة خطيرة. جول 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 جول. بلال مظهر يظهر ويسجل الهدف الأول بقى. عرضية يحول الاتجاه ويحطها في المرمى. قلت لك المتعة بدأت بالاقتراب، ورأفت خليل يصنع الهدف الجميل ويسجل. الآن أحداث الشوط الثاني والكرة دلوقتي عند حارس المرمى محمد السيد. محمد السيد خلي بالك، مش ممكن. هدف التعادل بعد خطأ من حارس المرمى محمد السيد. يسجل المنتخب الروسي الهدف الأول ويعود في المباراة ويتعادل في هذه المباراة بعد خطأ كان موجود من محمد السيد. ادي الإعادة امام حضراتكم. استلام مش افضل حاجة، فبالتالي خطفها في اللقطة اللي فاتت وسجل نمرة 45 اللاعب اول لمسة ستيفان اوغانيسيان الهدف الأول لمنتخب روسيا. ولكن ماشي عادي، بتحصل، مش مشكلة. ويسأل العرب وإحسان خطيرة يا شباب. جول أول لمصلحة المنتخب النرويجي. تكلمنا عن موسى وعن عمايل موسى لاعب الكلوب بروج، ويفتتح التسجيل لمصلحة المنتخب النرويجي. معلش، مباراة ودية أمام منتخب قوي مليء بالنجوم. شاهد احتراق نور ويزن يعود هنا دون رقابة وتسديدة على يسار الحارس يزيد أبو ليلى. قوية كانت من داخل منطقة الجزاء، وفي النهاية المنتخب النرويجي يفتتح التسجيل. معلش، وهنا ركنية. المنتخب النرويجي يضغط في هذه اللحظات. هنا خطير، جول ثاني للنرويج، جول ثاني للمنتخب النرويجي. آكر مدافع النرويج يحرز ثاني الأهداف عن طريق الكرة الثابتة. ركنية كانت لمصلحة المنتخب النرويجي. شوف الإعادة، وين الرقابة يا شباب؟ يعني أعلى من الحارس. شوف الارتقاء، شوف الارتقاء فوق الجميع يا يزيد، فوق الجميع حتى أنت يا يزيد. هنا شوف ارتقاء آكر المدافع النرويجي. شوف الفرحة، النتائج. قد لا نرى هالاند في كأس أوروبا القادمة يا يزيد.
الأهداف، ثالث الأهداف للمنتخب النرويجي، ثالث الأهداف للمنتخب النرويجي. هنا إسراء لارسن يحرز الثالث يا هالاند، يبتسم هالاند وهو في دكة البدلاء، والبداية والتمريرات من أنتوني. شوف خروج الحارس ياسين. يا ياسين أنت تلاعب لاعبين عالميين يا ياسين. والثالث للمنتخب النرويجي، الثالث للمنتخب النرويجي. هذا نوسة مرة ثانية، خطيرة هنا الكرة، رافع الأهداف لمصلحة المنتخب النرويجي. فريدريك أندري يحرز الهدف الرابع. شوف الإعادة، شوف الإعادة. غريب يعني لاعب وحيد داخل منطقة الجزاء تمرر له الكرة ويسدد بكل أريحية، لا يوجد ضغط على اللاعب. شوف hoàn hảo và bằng vào cũng cực kỳ nhanh và đưa ra cú đá trên trái ngay. Bóng đi vào góc gần và đã làm bó tay thủ thành Hachim. Niềm vui của huấn luyện trưởng Igor Stinak và những cầu thủ dự bị bên phía Ấn Độ. Cũng đã có một số ít những khán giả Ấn Độ đến sân vận động Trường Mai ngày hôm nay để cổ vũ. Cơ hội hiếm hoi dành cho tàu trắng, cú dứt điểm. Bóng đã chạm chân một đầu về bên phía Ấn Độ và đi hết. Có một quả penalty dành cho các thủ Iraq. Cú đá đã chạm vào tay một trung vệ. Đây là tiền đạo Haddadi, không có bất cứ một sai số nào cả. Một đều cho Iraq. Đúng là Haddadi và chia đều cho mỗi bên. Thủ thành Sigasun cũng đã phán đoán được hướng sút bên phía tiền đạo Al-Hamadi. Từ chọc khe của Mavisai, cú đá ngay. Rất khó tin là đã có bàn thắng thứ hai dành cho các thủ Ấn Độ. Tình huống đốt lưới nhà của thủ thành bên phía Iraq, anh đã nở một nụ cười rất tươi, rất khó tin. Sau khi đã để ói bóng và đã tạo ra bàn thắng thứ hai cho Ấn Độ, thì thủ thành bên phía Iraq Hachim đã nở một nụ cười rất tươi. Chúng ta cùng xem. Có thể thấy rằng Iraq là những người thi đấu hiện đại, bóng thoáng, bóng dài, rất đa dạng. Nhưng có cho cái vai Ali vẫn là góc sút mà thủ thành bên phía đội chủ nhà đã đoán được góc sút, nhưng bàn thắng vẫn ổn. مرحبا بكم متابعينا. عرضنا لكم من خلال هذا الفيديو أهداف مباريات اليوم الخميس 7 من شهر سبتمبر 2023، وهي مباراة قطر وكينيا، إضافة إلى الأردن والنرويج ومصر وروسيا، وكذا مباراة العراق والهند، وهي كلها مباراة ودية تحضيرية للمنافسات القادمة، فمشاهدة ممتعة للجميع.